بص يا فندم، بعد المباراة الأخيرة للنادي الأهلي مع فيوتشر اللي تعادل فيها النادي الأهلي مع فيوتشر، عايز أقول لحضرتك الواحد ما كانش ليه أي نفس حرفيا إن هو يصور أي فيديو، مع إن أنا مش مشجع أهلاوي. ولكن اللي عمله قفشة حرفيا حاجة كده يعني تشيب لها الأبدان. المهم يا فندم، خلينا أقول لحضرتك إن في شوية ضحك خام اضطرينا إن إحنا نتكلم بسببهم، والله شوية ضحك خام يعني. واحد طلع قال قصيدة الحلزونة للأستاذ مرتضى منصور في اللقاء اللي عمله عشان صفحات السوشيال ميديا، اللي ما بيقبضوش، اللي ايه اللي ما بيقبضوش، خليها في سرك بقى، احنا ما تدقش. المهم يعني، عايز اقول لحضرتك النادي الاهلي يقرر توقيع غرامه ماليه على محمد مجدي قفشه. وخلينا بقى نتكلم شويه عن تخاريف مريبه مع الكابتن خالد الغندور، واتمنى ان حضرتك يكون صدرك رحب علشان تسمع كل الكلام اللي جاي ده. كوبايه شايك واقعد كده اتفرج عليا ومخمخ، وانزل اظرف اللايك الجامد جدا على الفيديو ده. عايزين نوصل الفيديو ده لاكتر من 5000 لايك. بعتذر لكم طبعا عن المكان اللي احنا بنصور فيه متغير وبتاع، ولكن يعني مش هنطول. المهم يا بيه، خلينا نقول وصباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي بتشوف فيه الكارثه دي يا فندم. هي كارثه بكل المقاييس وشتاها. اتمنى ان حضرتك تعمل لايك على الفيديو ده. عايزين نوصل الفيديو ده لاكتر من 5 6 7 8 9 10000 لايك. المهم نتكلم فيما هو مهم وما هو مفيد عزيزي المشاهد. بص يا سيدي، خلينا اتكلم مع حضرتك في شوية حاجات كده انا مسجلها لك. ويعني خلينا نبدأ بالغرامة اللي وقعها النادي الاهلي على محمد مجدي قفشه. تم توقيع غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه بسبب ان محمد مجدي قفشه هو صمم انه يشوط ضربة الجزاء بتاعت مباراة فيوتشر وضاعت. عزيزي المشاهد، خلينا متفقين ان اغلب جماهير النادي الاهلي مش مبسوطه من اداء مجدي قفشه، ومش مبسوطه من ضربه الجزاء انها ضاعت، وان هو صمم ان هو يشوطها وسيبها المعلول او سيبها للسوليه، والدنيا اتقلبت الفتره اللي فاتت ومش هنتكلم عن الموضوع ده. ولكن خلينا متفقين ان كانت حاجه متهوره من قفشه ان هو يعني يصر على ان هو يشوط ضربه الجزاء دي. ولكن انا عندي شويه قناعات كده اتمنى ان حضرتك تسمعها. انا شايف ان المفروض النادي الاهلي قبل يناير، اللي هو خلاص احنا اوريدي قبل يناير، يجيب مارسيل كولر كده ويقعده. يا عم الحاج، انت محتاج ايه؟ انت محتاج واحد اتنين تلاتة، خد. محتاج تمشي ناس من الفريق، مشيهم. محتاج كهربا يلعب معاك، ندفع غرامة كهربا. محتاج صفقات جديدة، نجيبها لك. وده ليه؟ لان الراجل ده بالامكانيات البسيطة اللي موجودة دلوقتي في النادي الاهلي قدر ان هو يلعب 10 ماتشات تقريبا متتاليه ما يخسرش فيهم ولا ماتش، وقدر ان هو تقريبا يلعب 11 ماتش متتالي ما تعادلش فيهم الا ماتش واحد، وكسب ال10 اللي باقيين اذا كانت الارقام يعني متحريه الدقه يعني. المهم، فانا شايف ان الراجل ده مشروع مانويل جوزيه جديد حرفيا. بغض النظر ان الراجل بعد المباراه حرفيا شطف اللعيبه، شطفهم، واللعيبه ما روحوش بعد الماتش على طول. قال لهم لا لا لا، تعالى لي يا باشا بقى على ايه، على ملعب التتش كده وغرفه الملابس بتاعت ملعب التتش، واركبوا لي الاتوبيس ويلا تعالوا هناك، علشان انا في ساعتين ثلاثه كده هقعد اهزقكم فيها. علشان انا لما كسبت 3-0 قلت انا مش راضي عن الاداء، ولما كسبت الماتش اللي قبليه قلت انا مش راضي عن الاداء. فتيجوا الماتش ده وابقى برضه مش راضي عن الاداء وتخسروه، لا تعالوا بقى اما اروح اهزقكم شويتين ثلاثه. فاحنا بنتكلم عن شخصيه مدرب حرفيا طليق جامد جدا بالنادي الاهلي. فبعيدا بقى عن غرامه قفشه، وبعيدا عن العقوبات اللي النادي الاهلي قرر ان هو يعملها على قفشه، خلينا نتكلم في موضوع مهم جدا. يعني انا يعني مش عارف ايه اللي استاذ مرتضى منصور بيعمله ده. خليني اقول لحضرتك، الاستاذ مرتضى منصور اجتمع بصفحات نادي الزمالك اللي هم المفروض ما بيقبضوش فلوس، بس هو يعني لا بيجتمع بيهم وبيقول لهم يعملوا ايه وبيقول لهم يقولوا ايه، بس ايه، ما بياخدوش فلوس، ما بيقبضوش. مش لجان الكترونيه، قال لا، امال اللجان الالكترونيه دي شكلها ايه؟ يعني اما اللي بيعمله الاستاذ مرتضى ده مش لجان الكترونيه، لجان الالكترونيه شكلها ايه؟ طيب خلينا بقى ايه، ازيدك من الضحك بيت. هتقول لي لا يا ابو الجروح، ده كان اسمها ازيدك من الشعر بيت. اقول لك لا، ده عند الناس الطبيعيه. هنا يا باشا ازيدك من الضحك بيت. نسمع الاستاذ مرتضى منصور قال ايه في اللقاء او المؤتمر اللي عمله، اجتمع فيه مع صفحات السوشيال ميديا والناس اليوتيوبر الزملكاويه اللي ما بيقبضوش. ركز بقى في كل اللي هيتقال. اسمع اسمع اسمع. اولا على النادي الجميل اللي انا شايفه دوت. انا والله العظيم والله العظيم من 15 سنه كنت باجي
ما تعدش. ويجي يهاجموه عشان ايه يا ست مستشار؟ عشان خدت الحاجات دي. طيب احنا هنقف لحد هنا ونعلق. قال لك ايه؟ انا كنت بتكسف اقول ان انا زملكاوي وانا في المدرسه. دي قصتك انت، بتتكسف، دي قصتك انت. يعني دي حكايتك، حلها مع نفسك. ان انت بتتكسف تقول ان انت زملكاوي، دي مشكلتك، حلها. قال لك انا كنت باجي النادي من 15 سنه، كنت بقعد على الخرسانه والبنطلون كان بيتعاص. يعني انت جاي عايزين نغسله لك يعني ولا ايه؟ انا مش فاهم. يعني انت البنطلون كان بيتعاص تراب، احنا المفروض ناخد البنطلون في منين؟ انا مش فاهمك. وايه اللي بيحاربوك ليه يا سياده المستشار وانت واخد سوبر، تمن سوبر وتمن ابيض وتمن صدقي؟ يعني انا مش فاهمك. يعني بيحاربوه عشان عمل ديون للنادي حرفيا مش هنعرف ندفعها لمده 10 سنين قدام. بيحاربوه علشان بيتكلم، او مش عايز اقول صليط اللسان، ولكن يعني خلينا نقول انه صليط اللسان. خلينا نقول انه ما بيسيبش حد في حاله، بيشتم كل الناس، بيطلع يقول تصريحات مريبه، معككنا فعك احنا يعني ما يعلم بالله ربنا. جاب صفقات وعمل صفقات معناش تمنها، ويعني كوارث كوارث يا بيه. عرفت ليه بيتحارب؟ مش عشان هو ممدوح عباس وقال لك انا لو بقبض من ممدوح عباس، ها الراجل اللي بيتكلم ده قال لك انا لو بقبض من ممدوح عباس كان زماني بشكر في ممدوح عباس، انما انا مش بشكر في ممدوح عباس. ده دليل اكبر ان انت بتقبض. المهم يعني خلينا يعني اسمع اللي جاي بقى. واحد عارف فيلم عادل امام، في فيلم، هو كان فيلم ايه، بوبوس ولا كان فيلم ايه، لما في مرجان احمد مرجان لما كان طالع شاعر، فاكر قصيده الحلزونه؟ حلزونه يما الحلزونه، فاكرها؟ اصل انت زمانك طبعا بتقول دلوقتي هو الجرح بيقول ايه؟ ايه العلاقه؟ يعني الجرح بقى بيخرف؟ لا مش بيخرف، مش بيخرف، لا اسمع. تمشي لوحدك، احنا نموت يا اسد من بعدك. اتحملت كتير عن ايوه رئيس غيرك مش عايزين. انت الريس والقبطان واحنا معاك بنعيش بامان. كمل كمل واحنا معاك، هتلاقي كل شريف وياك. كمل كمل وانت بص كلنا معاك. بص وش الاستاذ مرتضى عامل ازاي. الجماهير ارواحها فداك. كمل كمل واحنا معاك. بس كمل والله. تحياتي لحضرتك. ايه القرف اللي انا سمعته ده؟ كمل كمل واحنا معاك يا نهار اسود. ايه اللي ودننا سمعته ده يا جدعان؟ ريس غيرك مش عايزين. انت هتودينا في داهيه، الله يخرب بيتك بقصتك، الله يخرب بيتك انت وقصتك في يوم واحد. كمل كمل احنا معاك. انا بقى هكمل القصيده دي، انا هكمل بقيه القصيده دي. عشان ايه؟ محتاج ان انا اقول شعر. يعني ممكن مثلا نقول ايه؟ كمل كمل واحنا معاك، يا خاربها وروحنا فداك، يا اللي عاككها واحنا وراك. كمل 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 كمل، اديها عك وليس كله كويس. حلزونه يما الحلزونه، وديني يما يا حلزونه يا نهار اسود. انا ما شفتش في حياتي يا هتم كده. احنا كافلين اقسم بالله، اقسم بالله لو ما عملناش حاجه كده، مثلا نخسرناش ماتش بطريقه كوميديه عشان الناس تضحك علينا، يعني ما بقيناش اضحوكه، اقسم بالله العظيم ثلاثه كافلين ان احنا نقوم بالدور ده على اكمل وجه. ان احنا نخلي نفسنا اضحوكه على اكمل وجه، ان احنا نخلي نفسنا عره العره على اكمل وجه، ان احنا نخلي نفسنا ماده خام للتريقه على اكمل الوجه. ويجي يقول لك اصل الخطيب واخدني قدوه. يا نهار اسود. انت عايز تقول ان الخطيب هيعمل مؤتمر عشان يتقال له فيها قصيده كمل كمل احنا معاك، روحنا فداك، وهوانا معاك، وقلبي يا روحي كل مناك انت مفكر الخطيب ممكن يعمل كده؟ يقول لك الخطيب واخدني قدوه 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 مش يلا. المهم يعني عزيزي المشاهد، كوميديا من نوع اخر قسما بالله بيقدمها نادي الزمالك وادارته، حاجه كده يعني. عارف البيبي ده منتهاه بقى، ده اخر البيبي بي. عارف اما تعدي البيبي بي ده اخره. لا حول ولا قوه الا بالله. عزيزي المشاهد، مش عارف اجيبها لحضرتك ازاي، ولكن والله الواحد جد من اللي هو بيسمعه، والواحد جد من اللي هو بيشوفه،
وكونك ان انت مشجع، بص يا كابتن اللي كنت بتقول انا بتكسف ان انا بقول ان انا مشجع زملكاوي، عندك حق والله. انت بعد اللي احنا شفناه ده انا بقيت اتكسف برضه. يعني بقى عزيزي المشاهد، انا هنطول ليه؟ لحد هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاع النهارده. طب لو انت بتتفرج لحد دلوقتي، الله يكون في عونك، الله يكون في عونك. ما تنساش تعمل لايك وتكتب كومنت تقول لي رايك، تعمل اشتراك لو دي اول مره بتتفرج عليا فيها. بس يا سيدي كان معاكم محمد الجرحي، تصبحوا على الف خير. انا عايز واحد بقى يكتب لي في الكومنتات كمل احنا معاك. سلام عليكم.